الجزار، مرحبا فيك معنا محمد. مرحب بيك عبد الله، تحياتي ليك ولساره وكل مشاهدين قناه الكاس. محمد، بداية غدا هو السبت المنتظر واليوم الختامي لخليج زين 26 بين الأحمرين العماني والبحريني. نبي تقييمك للبطولة بشكل عام فنيا وتنظيميا. نعم، الحقيقه بالنسبه للوصول الى الختام البطوله اعتقد تتويج لتنظيم مميز لهذه النسخه من الكويت، وكذلك على المستوى الفني الحقيقه البطوله خرجت بمستوى اكثر من رائع بشهاده كل الناس، بدليل وصول المنتخبين العماني والبحريني الى المباراه النهائيه. الكثير لم يتوقع ان يكون طرفي المباراه النهائيه المنتخب العماني والبحريني. كل الترشيحات تقريبا كانت تصب في مصلحه واحد من منتخبات قطر بطل اسيا في نسختين متتاليتين، وكذلك المنتخب السعودي وايضا المنتخب الكويتي بحكم انه صاحب الارض والجمهور. لكن رغم ذلك قوه المستوى الفني خلال ال 14 مباراه في دور المجموعات وكذلك في نصف النهائي، الحضور الجماهيري المميز، الحضور ايضا على مستوى التهديف، شاهدنا يعني الحقيقه وجبه كرويه دسمه على مدار منافسات البطوله التي مرت سريعا. ورغم مرورها سريعا لكن اعتقد ان الكل استمتع بمستويات كرويه مميزه من جميع المنتخبات. شاهدنا الكثير من الاسماء التي برزت خلال هذه البطوله، يمكن لعل ابرزها في فريقين طرفي المباراه النهائيه علي مدن ومحمد المرهون وعصام الصبحي وارشد العلوي. رح نتحدث عن هذا